أجل المفوضية الأوروبية حكت لأبل لازم تدفعوا أنتوا لأيرلندا 13 مليار يورو، واللي هي عائداتها من سنة 2003 لسنة 2014. وأجل أيرلندا قالت احنا بدناش ولا قرش من 13 مليار يورو، وشركة أبل ليومك هذا ما دفعت ولا قرش ضريبة لأيرلندا. ونفس هالقصة صارت مع ستاربكس وشركات ثانية كثير. فهذا الاشي خلى شركات أمريكية كثيرة زي جوجل، مايكروسوفت، أبل، فيسبوك و800 شركة أمريكية ثانية تحب أيرلندا، لدولة من أغنى دول العالم ومن أكثر الدول في العالم تقدما في التكنولوجيا. خلينا أقول لك قصة بشكل عام، لايك سبسكرايب شير، ومن غير تأخير خلينا نحكي عن الموضوع أكثر. طيب مبدئيا دولة أيرلندا إيش هي بشكل عام؟ فخلينا أقول لك جزيرة أيرلندا جاية جنب جزيرة بريطانيا. الأجل البريطانيين واستولوا عليها من 1801 لحد 1922. أيرلندا كانت بالنسبة لبريطانيا إنه هي مخزن الحبوب ومصدر المواشي والعمالة الرخيصة بشكل عام. ناس لا هم متعلمين ولا إشي وظلوا متاجروا على بريطانيا عشان يدوروا على شغل بشكل عام. ناس مش متعلمين وظلوا متاجروا من أيرلندا إلى بريطانيا عشان يدوروا على شغل. أيرلندا كانت أفقر دولة موجودة في المملكة المتحدة كاملة. صورة من صور الفقر عندهم إنه كانوا الأيرلنديين كلياتهم ياكلوا بس البطاطا، يعني كل اكلهم بس بيعتمد على البطاطا، لانه بشكل عام في الوقت عندما ذاك كان ارخص شيء موجود واللي هو البطاطا، وهذا الاشي خلاهم يندموا يضلوا بياكلوا بطاطا. المهم في الفترة اللي بعديها صارت البطاطا مضروبة عندهم عند البريطانيين، وصار من 15,000 طن بالسنة ل 2000 طن بس بالسنة. وهذا الاشي ضل 7 سنوات وهاجر مليون ايرلندي، وفي مليون ايرلندي ثانيين ماتوا. وكانوا في الوقت هذاك 7 مليون ايرلندي، وبعديها صاروا كأنه 3 مليون ايرلندي. وفي الوقت هذا ما وصلوا الارقام اللي كانوا وصلنا عليها من 200 مليون سنة. 200 مليون سنة من 200 سنة، هبت رقم كثير كبير. وطبعا في الوقت هذا كانوا محتاجين يكون عندهم ناس كثار، عشان لما يكون عندك مواطنين وناس كثار راح يكون عندك سوق كبير، راح يكون عندك انتاج كبير وعندك شغلات كثير كبيره. طيب في الوقت هذاك تحكي لي بريطانيا انجلترا وش صار فيها في الوقت هذاك؟ في الوقت هذاك ضلوا البريطانيين ياخذوا من الايرلنديين المهم هذول الشباب الضرائب، وبشكل عام يخلوك ما يتاجرون بالغذاء من ايرلندا لبريطانيا، مع انه عندهم نقص بالغذاء هناك. طيب تقول لي مجاعة وكيف كانوا يصدروا؟ كانوا بس اغلب الشعب اللي معهمش مصاري بس ياكلوا بطاطا، كان عندهم قلت لك ماشية واشياء ثانية كمان ومحاصيل زراعية، فكانوا كلهم يصدروا لبريطانيا ويجوا بالبلد يموتوا. شيء مش منطقي صراحه. المفروض انجلترا في الوقت ذاك منعوا انهم يصدروا لبريطانيا، فبيجوا نفس المصدرين الموجودين في ايرلندا ويقولوا احنا مثلا راح تخرب بضاعتنا، فاحنا بنبيعها نفس الايرلنديين في اسعار جدا رخيصه، والكل بيشتري والكل بياكل وما حدش بيموت. الملكه فيكتوريا في الوقت ذاك برعت ب 2000 جنيه استرليني، كان في الوقت ذاك شيء جدا كبير. وبريطانيا وقفت للمساعدات الخارجيه اللي تيجي لايرلندا بالمرصاد، وانه ما بدهم اي شيء يوصل لايرلندا مساعدات. ومن هذول الناس اللي كانوا يتبرعوا سلطان عبد المجيد الاول، واللي كان حاط بباله يدفع 10,000 جنيه استرليني للمزارعين الموجودين في ايرلندا. فبشكل عام كل الدنيا كانت بدها تساعد بس بريطانيا ما بدها. بس الملكة اجت قالت انه المفروض يكونوا 2000 جنيه او 1000 جنيه، لانه الملكة نفسها ما تبرعتش الا ب 2000 جنيه. ولما بعت السلطان يعني 1000 جنيه مع 5 سفن مليانة في الطعام، رفضوا البريطانيين هذا الشيء. بس انه هذول السفن راحوا بالسر ويعني لاقوا طريقهم وعطوا ايرلنديين. مش كانت كلها مساعدات جاية من السلطان، كان في مساعدات ثانية جاية من امريكا، ولكن بريطانيا رفضت هذا الشيء. ولو توسع في هذه القصة الدقيقة انها قصة جدا مؤلمة، ويعني بشكل عام البريطانيين كانوا يعني يعملوا شغلات كثير كثير غريبة وغبية. هذه هي قصة ايرلندا. 1919 1921 صار في حرب استقلال عندهم، في الوقت ذاك صار في استقلال لايرلندا. بشكل عام ما يعني تحررتش كاملة او صارت يعني مستقلة كاملة. الشمال تبع ايرلندا لساته لحد يومك هذا محتل من البريطانيين وتحت السلطة تبعتهم. بس هون في الوقت هذا بتقول لي يعني بلد نايمة ما فيها اي شيء، طلعت بعد استعمار آلاف السنين والقرون، يعني شو بدها تسوي بالضبط؟ صار فيها حروب عصابات وحروب أهلية شرسة وأشياء كثيرة صارت فيها. دولة ما عندهاش أي موارد طبيعية ولا قوة مالية وحتى المناطق الصناعية كانت وحدة في أيرلندا، كان الجزء الشمالي لأيرلندا. وبشكل عام كانت مفروض تدفع على بريطانيا عشرات المليارات من الجنيهات على أساس إنهم هذا الشيء يسموه القسط السنوي للأراضي. فنسيبنا من كل القصة هاي. كانت أيرلندا من أفقر دول العالم، واللي خلاها توصل للمرحلة جدا جدا قوية اللي وصلتها في التكنولوجيا وشغلاتها كلها بالفترة هاي، واللي هي الذكاء والتخطيط الاستراتيجي اللي موجود عندهم. يا رب حلقة اليوم عجبتكم، لايك سبسكرايب شير ولا تأخير. بيس اوت.